يعني يمكن أن نتوقع تغيير كذلك لحدود الصحراء الشرقية. نعم. شفنا تحديث وزارة الخارجية الفرنسية خريطة المغرب على موقعها الرسمي للخريطة الجديدة للمغرب اللي أصبحت جغرافيا تمتد للصحراء الغربية. تحديث ذا جاء بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب أن مستقبل الصحراء الغربية لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية. حسب يعني كيف كان التقبل الجانب الجزائري لهذا الإعلان؟ يعني هل أصبحت اليوم المسألة محسومة بالنسبة للصحراء الغربية أم لا؟ شوفي أختي، والله التعامل الفرنسي الآن أو التعامل الغربي الآن مع القضايا العربية وحتى التعامل مع الخلافات العربية أصبح مفضوح. نوضح فقط، أنا كتبت مقالة ربما ستنشر غدا في إحدى الجرائد في بريطانيا، كتبت حول ما هي مصالحنا نحن عندما نكون متخالفين أو مختلفين في رؤانا، وتدخل دولة كانت مستعمرة لكل من الجزائر والمغرب وتعطينا الفتات هنا أو هناك، سواء بالنسبة للجزائر في قضية الذاكرة أو بالنسبة للمغرب في قضية الصحراء الغربية. عندما تجدد أو تعيد فرنسا رسم خريطة، ألم ترسم فرنسا خريطة المغرب العربي كما أرادت أثناء الاستعمار؟ هذا السؤال الأول. الأمر الثاني، هل تفطن الإخوة المغاربة بأنه في الوقت الذي تجدد فيه الخريطة يعني المغربية وفق الرؤية الفرنسية الجديدة وفق المصالح المغربية التي يريدها العرش المغربي، هناك تعامل مذل لأحد الضيوف الذين جاءوا في طائرة ماكرون وهو ياسين بالعطار؟ كلنا تابعنا في الإعلام الفرنسي كيف أذل الإعلام الفرنسي في شخص ياسين بالعطار المغرب برمته والمهاجرين المغربيين، ليس المغاربة فقط بل الجزائريين المغاربة والتونسيين بصفة خاصة. إذن يعني ما هي الفائدة من أنه يصعد ماكرون إلى البرلمان المغربي ويقول ذلك الكلام، لكن في نفس الوقت يربط ذلك الكلام مع أنه ما يجري في غزة هو دفاع عن الشعب، وكأنه 50,000 الذين قتلوا في غزة لا يساوون شيئا أمام إعادة رسم خريطة كان ممكن أن نضعها جانبا ونفكر نحن والمغاربة في مغرب عربي قوي يدافع عن قضايانا، عوض أن نقبل من فرنسا هذا الفتات، تأشيرات من هنا، تعامل مناولة أمنية لصالح المهاجرين غير الشرعيين من هنا، وثم نقبل من فرنسا أن تكون هي الحكم في قضايا المغرب العربي التي هي قضايا من صميم شؤوننا الداخلية. يعني هي أصبحت اليوم تعتبرها محكم في هذا الموضوع وطرفا في مسألة تتعارض مع ما تذهب إليه المنظمات الدولية، وخاصة شفنا معناها ما زال هناك عمل يقوم به مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية دي مستورة على خلال حتى المشروع التقسيم اللي كان اقترحه على مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة، مشروع التقسيم اللي تم رفضه من قبل جبهة البوليساريو وكذلك من قبل المغرب. أنا سؤالي كذلك في أنه يصر إيمانويل ماكرون يقول هذا الموقف راه ليس عدائيا ضد أي كان وسيتيح صفحة جديدة في إطار إقليمي متوسطي مع الدول المجاورة للمغرب والاتحاد الأوروبي. لمن يتوجه؟ هل للجزائر فقط أم يعني هي معناها أوسع من ذلك؟ لأنه نعرف أنه حتى موريتانيا والمغرب في خلاف فيما بينهم. لا شوفي أختي، هي الكلمة هذه التي قالها ماكرون يعي معناها كثيرا. لماذا؟ لأن الفرنسيين لا يتحدثون فيما يسمى لاريتوريك البلاغة في الخطاب بدون أن يكون من وراء ذلك الخطاب مصلحة. كاتب الخطاب هذا يعرف بأنه المعني بالأمر ليس ضد أي أحد، هذا الأمر يعني كل المغاربيين، تونسيين المغاربة والجزائريين. نشرح لماذا؟ لأنه هناك جدلية، إذا بقيت الخلافات فمصالح فرنسا تتحقق، إذا غابت الخلافات في المغرب العربي بين الجزائر والمغرب بصفة خاصة، الجزائر والمغرب وتونس بصفة عامة، هذا يعني ماذا؟ يعني انبعاث المغرب العربي المؤسسي، وهذا ليس في صالح فرنسا. لماذا؟ لأن فرنسا تخشى أن يعود البناء المغاربي إلى ما كان عليه عندما اجتمع الزعماء في 89 في زيرالدا وأعلنوا إنشاء اتحاد المغرب العربي. فرنسا خوفها الكبير أنها ربما تفقد الساحل، ربما تفقد بعض الدول الإفريقية، لكنها تخاف أن تفقد شمال إفريقيا الممثل في 3 دول تاريخية للمغرب العربي وهي الجزائر تونس والمغرب. ولهذا أنا فهمت بأنه خطاب ماكرون لما سمعته في البرلمان الفرنسي لم يكن ضد الجزائر، بل كان تلك الكلمة كانت ضد الجزائر والمغرب وتونس معا. نعم، يعني كيف نحاول نقرأ من خلال هذا التحليل أنه فرنسا مهم برشا أنها تكون عندها يعني حضورها القوي في المغرب العربي، حتى وإن كان خسرت أو خرجت تقريبا من داخل إفريقيا. لكن شفنا أنه فما كانت محاولة لتعزيز أو إعادة
إعادة تقوية هذه العلاقة مع الجزائر في أوت 2022 من خلال زيارة ماكرون، واللي كانت هناك كأنه فيما بعد عدم تجاوب في الشأن الفرنسي الداخلي مع سياسة ماكرون فيما يتعلق بملف الذاكرة والاعتذار، وكذلك قضايا الاقتصاد وفتح السوق الفرنسية داخل الجزائر. هل كانت هذه من العناصر التي لم تساهم في تعزيز العلاقة مع الجزائر وفي تفضيل المغرب على الجزائر من قبل فرنسا؟ شوفي أختي، الامر اكبر من هذا. لماذا؟ لانه فرنسا تنظر الى المغرب، الى المنطقه على انها منطقه واحده وتتعامل معها دوله دوله. عفوا. فرنسا تريد من الجزائر ان تفصل يعني كل ملف تضعه على جانب، لكن الجزائر ربطت بين كل الملفات، ملف الذاكره، الملف السياسي والملف الاقتصادي، وبخاصه أن الجزائر كانت الاولى في المطالبه بمطلب مغاربي وهو مراجعه اتفاقيه الشراكه التي خسر فيها كل الاطراف المغاربيين، ابتداء من تونس التي كانت اول موقعه، ثم المغرب ثاني موقعه، ثم الجزائر. وبالتالي فالان فرنسا عندها هدفين. الهدف الأول هو أن تبقي المغرب العربي منفصل، يعني تتعامل معه دولة دولة، تتعامل من خلال يعني قبعة الدولة الفرنسية وقبعة الاتحاد الأوروبي مع المغرب دولة واحدة، مع الجزائر دولة لوحدها، ومع تونس دولة لوحدها. الآن فرنسا تريد أن تعوض ما خسرته في الساحل عبر الدخول إلى ما تسميه هي الصحراء المغربية، لكن من خلال ماذا؟ من خلال استثمارات. وسمعنا بأنه في نفس الخطاب تاع ماكرون أمام البرلمان المغربي ربط بين ثلاثة أمور: الاعتراف بمغربية الصحراء، لكن ربطوا ببقاء التطبيع مع الكيان الصهيوني. والأمر الثاني هو أن تفتح الأبواب بصفة حصرية للشركات الفرنسية، خاصة الشركات النفطية والغازية، حتى يكون هناك يعني استفادة اقتصادية. الأمر الرابع أختي، ما ننساوش بأنه في نفس اليوم الذي زار فيه ماكرون المغرب ظهرت خريطة ثالثة لخط الغاز، أنابيب الغاز بين نيجيريا والمتوسط. كان هناك خط مقترح نيجيريا عبر المغرب و13 دولة إفريقية إلى الأطلنطي ثم المتوسط. كان هناك خط عبر نيجيريا، النيجر والجزائر. الآن هناك خط اقترحته شركة توتال الفرنسية عبر ليبيا، وكأنه هناك ابتزاز فرنسي للمغرب وللجزائر. يعني يمكن أن نتوقع تغيير كذلك لحدود الصحراء الشرقية؟ نعم. هل نتوقع على ضوء ذلك كذلك في متغيرات بالنسبة للصحراء الشرقية؟ لا ليس هناك صحراء شرقية سيدتي. الكل يعرف بأن الدولة الوطنية يعني منذ 1648 لم تظهر لا فرنسا ولا ألمانيا ولا أمريكا ولا كندا ولا الجزائر ولا المغرب ولا تونس بالحدود الحالية. كل الدول توسعت وضاقت، انطلقت من مدينة ثم توسعت. نحن عندما حاربنا من 54 إلى 62 حاربنا على كل النقاط. لماذا لم يأتي المغاربة ليحاربوا معنا؟ لماذا لم يأتي أحد ليحارب معنا حتى يطالب بصحراء شرقية أو شيء آخر؟ إذا ما اتفق عليه الجزائريون في اتفاقية إيفيان ليس فيه لا صحراء شرقية ولا شيء آخر. فقط فرنسا قلت مصلحتها أنه تبقى الدول المغاربية متفرقة مختلفة. لماذا؟ لأنه إذا الجدلية هي أنه كلما اقترب المغرب العربي من الوحدة المصالح الفرنسية تغيب، وبالتالي المحافظة على المصالح الفرنسية في إدراك العقل الاستراتيجي الفرنسي هو أن تبقى المنطقة متفرقة، المغرب لوحده، الجزائر لوحده، وتونس لوحدها. نعم، يعني وضحت أن فرنسا تتحرك بمنطق المصلحة، وهذا ما يجعلني نسألك من خلال اعتراف الرئيس الفرنسي بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني الجزائرية العربي بن مهيدي قتله عسكريون فرنسيون اليوم، ما دلالات ذلك؟ أولا في اعتراف مسؤولية فرنسا اللي هو هذا الاعتراف جاي تقريبا بعد يومين من زيارة المغرب. نعرف أنه العربي بن مهيدي هو شخصية رمزية مهمة جدا في الجزائر في تاريخ التحرير الوطني. اليوم يعني ما المصلحة من الاعتراف اليوم من قبل فرنسا بذلك؟ لا، هي الآن وكأنه فرنسا والجميع يعرفوا. أمس قريت أنا في جريدة لو موند مقالة يعني توضح الأمر، وكأنه فرنسا تريد أن تعطينا قطرة فقطرة، يعني تعترف مرة بموريس أودان، مرة بالعربي بن مهيدي رحمه الله. لكن في نهاية الأمر الاعتراف بأنه العربي بن مهيدي قتله الفرنسيون هذا له حيثيات قانونية، ربما الفرنسيون لم يفكروا فيها أو أنهم فكروا لكن يظنون بأنها بعيدة عن إدراك الجزائريين.
العربي بن مهيدي لم يكن شخص، بل كان ممثل لجبهة التحرير، رجل سياسي قبض عليه عسكريون بأمر من الدولة الفرنسية، عذب وقتل من قبل ممثلين الدولة الفرنسية، وبالتالي فهذه جريمة ضد الإنسانية. ربما إذا عرفنا كيف نستغلها ستكون الخطوة الأولى لاتهام فرنسا بالجرائم من 1830 إلى 1962 في إطار المشروع الاستعماري الاستيطاني. وبالتالي فهذا الدلالة من الجانب الفرنسي هي ربما استعطاف حتى الجزائر تهدأ نوعا ما